مساء الخير كوتش، مبروك عليكم تأهل للدور النهائي المستحق. محمد محسن، قناة شروق نيوز. شاهدنا في هذه المقابلة كالعادة الفريق المغربي عرف كيف يستثمر في اللقاء، يعني دافع بطريقة جيدة، استثمر في تضييع الفرص وعدم التركيز والفعالية للمنتخب المالي يعني في منطقة العمليات، وسيرتم المقابلة حتى وصلت إلى ضربة الترجيح. يعني كذلك الفريق المغربي ضيع بعض الفرص، يعني وصلتم إلى مبتغاكم. أظن الآن بدأ التفكير في المقابلة النهائية، وشكرا. بالفعل المباراة كانت صعبة جدا، كان لازم علينا نلقاو الطريقة المناسبة لمجاراة المنتخب المالي اللي هو إمكانيات كبيرة، إمكانيات عالمية على مستوى الفئة ديال تحت 17 سنة. وكان خصنا نلقاو لي غوسورس، يعني الموارد، وخصوصا الطريقة والصبر على التنظيم، لأنه هو كان الحل الوحيد عندنا أمام الفريق اللي هو قوي بنيويا وأيضا مهاريا. الحمد لله عندنا الوليدات في هذا السن الصغير جدا أبداو على نضج كبير، يعني صراحة يعني قليل فاش تشوفوا في هذه الفئة السنية، وهذا مكسب كبير لأنهم ربما فيزيولوجيا أو مورفولوجيا غادي ياخذوا شوية في السنوات القادمة، ياخذوا على مستوى البنيات، على مستوى العضلي خصوصا، ولكن هذا المكسب كبير على المستوى التكتيكي هو شيء اللي غيواكبهم، ربما غيرافقهم في المسيرة ديالهم إن شاء الله. Oui, merci. السلام عليكم كوتش، مبروك عليكم التأهل إلى النهائي. كوتش، تحملتم عبء المباراة طيلة 90 دقيقة، لكن في الحصة التدريبية الأخيرة التي سبقت المباراة شفنا باللي ركزت كثير على ضربات الترجيح. هل كنت تعلم أن المباراة خاصة طريقة لعب المنتخب المغربي أنه تكتل إلى الوراء، هل كنت تقود إن صح تعبير المنتخب المالي إلى الوقت الإضافي، خاصة وأنه شفنا باللي تشكيلة المنتخب المغربي كانت تحاول أنها تعمل كثير من الهجمات المرتدة؟ هو ضربات الجزاء هي جزء من السيناريوهات المتاحة في مباراة اليوم، يعني كاينة فرضية ديال ضربات الجزاء، لذلك حنا كجهاز فني مطالبين أننا ما نخليو حتى شي حاجة للحظ، طالبين أننا نحضروا كل الجوانب ديال المباراة بما فيها 90 دقيقة وضربات الجزاء، وعطيناها الأهمية ديالها خلال الحصص التدريبية سواء قبل مباراة الربع أو بعد مباراة الربع، لأنه ما تتعرفش في كرة القدم شنو غيوقع. لذلك يعني أنه ظن أنه سيكون التحضير بشكل جيد، خصوصا من الناحية الذهنية. اللاعبين يعني مشاو بالمباراة المكان اللي تيناسبنا صراحة في ظل السيناريو، في ظل القوة ديال المنتخب المالي، والحمد لله أننا توفقنا في هذا الشيء. Merci. Devant, Shetif, just one question, please, not three questions in one. He's a good boy. Okay. Well, I was only going to ask one, you didn't need to say. My one question is... One big question. My one question is, were you at least a little bit concerned when you had gone 2 penalties down to Mali, and how did you lift them from it? I think we أظن أنه بعد الوصول ضربات الجزاء يعني الهاجس ديالنا كان هو إزالة التوتر من اللاعبين وإزالة الضغوطات عليهم، لذلك يعني حاولنا بقدر الإمكان أن نختار الكلمات المناسبة لهذه الفئة السنية في هذا العمر، أنه يمشوا لضربات الجزاء يعني ليبيري، يعني متحررين من كل الضغوطات، ويقوموا يعني باللو جيست تكنيك المناسب في التوقيت المناسب. الحمد لله أن الحارس ديالنا أيضا ساعدنا، وتنظن أنه هو انتصار ديال مجموعة ديال المقاتلين رغم صغر السن ديالهم، وأن القتالية اللي أبانوا عليها ربما تجازت في نهاية الأمر في حصة ديال ضربات الجزاء.